فيديو النهارده بقى عن السينابون اللي لما بيتعمل بيخلي ريحة الشقة تحفة طرية جدا وهشة. انا امنية اشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو ولايك. اول حاجة هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق، ونخلي جنبنا كوباية كده على حسب نوع كل دقيق. هنحتاج بقى كوباية من اللبن الدافي، وكمان ربع كوباية من السكر، وكيس من الخميرة. اهم حاجة المعيار الكوباية يكون واحد في كل حاجة. نجيب بقى الدقيق وننزل عليه 2 بيض وفانيليا ونص كوباية من الزبدة المذابة، وكمان نجيب بقى خليط الخميرة وننزله عليها ونقعد بقى نعجن. احنا هنستخدم الكوباية اللي قلتلكوا شيلوها كده على جنب لغاية ما نوصل لقوام متماسك، ما يكونش متماسك قوي ولكن يكون طري معانا، لا بتلزق قوي ولا ناشفه. هي كده تمام جدا. احتاجت معايا 4 كوبايات من الدقيق. هحط بقى شويه كده دقيق كده، وبعدين ابدا اعجن 10 دقايق. ممكن تستخدموا العجانه لو عندكم. هي عجينه السينابون بتحتاج انها تتعجن حبه حلوين كده، بس بقى نسيبها ترتاح خالص براحتها. بس كده احنا عايزينها تكون طرية، لا بتلزق ولا تكون جامدة قوي. سيبها بقى تخمر براحتها، نغطيها. ودي بعد ما خمرت الضعف تقريبا، نبدأ بقى نعملها على شكل مستطيل على قد ما تقدروا. اعملوها على شكل مستطيل عشان لما نيجي نعمل رولينج ليها تبقى سهلة معانا. الحشوة بقى عبارة عن معلقتين من الزبدة ونص كوب من السكر ومعلقتين من القرفة ومعلقة من الكاكاو الغير محلى. نفرد بقى على العجينة كلها بس بلاش في الأطراف، ونبدأ نلف بالطريقة دي. طبعا انا في الاول رشيت شوية من الدقيق علشان لما اجي افرد تبقى سهلة معايا، ولما اجي اعمل الفها ما تبقاش لازقة من تحت. بس بعدين اجيب خيط بقى واقطع بيها بالشكل ده، او ممكن تستخدموا سكينة عادي بس الخيط بيكون اسهل. نجيب بقى صينية مدهونة كويس بالزبدة، وبعدين هنسيبها تخمر تاني قبل ما ندخلها الفرن. عايزين تنجزوا في الحوار سخنوا الفرن وطفوا، بعدين حطوها في الفرن هتخمر معانا بسرعة. بعدين بقى نسيبها تستوى في الفرن ونعمل الصوص الكريمي بتاعنا. هنحتاج كوباية من الحليب الباودر، وكوباية من السكر الباودر، و2 كيري، ومعلقة واحدة من الزبدة. بس وكده خلصنا الصوص بتاعنا. هنحطها بقى في التلاجة عبال ما السينابون يستوى معانا. بعد ما هحطها في الفرن بعدها ب10 دقايق بالظبط هطلعها واحط عليها شوية من اللبن وعليها معلقة كده من القشطة. هوزع عليها كلها علشان تديها لون جميل. اسيبها تستوى كمان 10 دقايق ونطلعها ونحط عليها الصوص بتاع السينابون. بجد تحفة جدا وطرية وهشة، وطعمها ولا ريحتها فظيعة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ألف هنا. ممكن بقى كمان تستخدموا صوص شوكليت كده وشوية مكسرات، ابدعوا فيها.